صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقه للكبد والقوانص، يعني طريقه جديده وجميله ولذيذه جدا. اول حاجه معانا حضرنا بصلتين كده مكعبات، فلفل الوان مكعبات، كبه كده بطاطسايه برده مكعبات، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، وثلاث معالق من الصلصه اللي هي البوريه الجاهزه، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من البهارات. نبدأ نقلبهم كده تقليبة كلهم مع بعض. اول مرة تشوفي قناتي متنسيش في لايك وشير واشتراك في القناة. جبنا كده طاسة رفعناها على النار، حطينا فيها معلقتين من السمنة او الزيت حسب ما انتوا عاوزين. ضفنا كده فيهم القوانص، طبعا نكون غاسلينها غسلة حلوة كده بالليمون كده والملح عشان ريحة الزفارة. عاوزه اقول لكم ان لو في ناس ما بتحبش الكبد قوانص، يعني بعد الطريقة دي بصراحة هتدمنوها، كل يوم هتعملوها. ابدأي كده قلبي القوانص كده زي ما انتوا شايفين لحد لما تدينا لون التحميره كده. ما ضفتلهاش ميه ولا اي حاجه، انا اديتها تحميره كده وخدت نص يعني سوا. في نفس الطاسه هبدا ان انا اقلب الكبده، لان الكبده بعملها بعد القوانص عشان القوانص بتاخد سوا شويه زي ما انتوا عارفين. بدات اقلبها كده كلها مع بعضها لما برضو الكبده كده احمرت معايا زي ما انتوا شايفين. يعني بصراحه شكلها يغني عن الكلام، يعني عايزه تاكليها كده كليها. هنرش بقى رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، رشه من البهارات، رشه من البابريكا عشان تدينا كده لون حلو. نبدا نقلبها كده تقليبه مع بعضها. بصوا زي ما انتم شايفين، يعني لونها بصراحه يفتح النفس. معانا بقى كده الصينيه بقى العظمه بتاعتنا، هنبدا ان احنا نقلب بقى فيها الكبد والقوانص بتاعتنا تقليبه كده مع بعضها عشان بقى كله ياخد سوا واحد. ضفت كده كل الكميه بتاعتي. عاوزه اقول لكم يعني من نص كيلو كبد وقوانص ونص كيلو بطاطس هتعملي غدا يكفي 5 افراد. حقيقي بصراحه اكله اقتصاديه وطعمها لذيذ جدا. ضفت كوبايه من الميه واقلبها تقليبه، احطها في الفرن او ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق برضو عادي. انا حطيتها كده في الفرن حوالي نص ساعه، يعني اخدت مني كده نص كوبايه ميه تاني عشان القوانص كده تستوي سوا كامل. طلعت بصراحه يعني لون وطعم وريحه مش اجمل ولا احلى من كده. ما تقوليش بقى لحمه وما تقوليش فراخ، لا جربي الطريقه ديت الكبد والقوانص بصراحه يعني مش هتندمي، طريقتها حلوه جدا. لازم تحتفظي بالفيديو ده عندك عشان اكيد اكيد هتعملي. يلا بقى هاتوا كده وجربوها واكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم حلوه ولا طلعت معاكم ايه. ان شاء الله تطلع معاكم احلى واحلى. لو عجبك الفيديو متنسيش في لايك وشير واشتراك في القناه، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.